شو أكبر إنجاز تشوفه اليوم في مسيرتك؟ عليا مراتي كان كل حاجة دايرة من خلالها. في حد شايل همك، في حد شايل همك من جواك انت. عشان اللي ينغاص يجيب سيرة علياء قوي. ها اللي منغاص واللي شمتان فيها كان بيجيب سيرة علياء. تخيل إن فنان معروف اتجوز أكتر من مرة، وبرغم نجاح أغانيه وجوايزه يقولك إن أعظم إنجاز في حياته مش أغنية ولا تكريم، لكن زوجته اللي اتطلق منها ورفض يرتبط بغيرها ورجع يخطبها من جديد قدام الآلاف. في الفيديو ده هحكي لك حكاية أحمد سعد وعلياء بفيوني، من أول شرارة الحب والزواج مروراً بأصعب قرار وهو الطلاق، لحد اللحظة اللي وقف فيها على المسرح وقال إحنا بنبدأ من جديد. وفي الآخر هتطلع من القصة دي بدروس لأي علاقة، مش بس علاقة مشاهير. القصة دي مش مجرد خبر فني ولا ترند يومين ويمشي، دي مثال حقيقي لعلاقة اتحطت تحت ضغط الشهرة والسفر ودوامة الشغل لحد ما وصلت لقرار الانفصال. ومع ذلك كل واحد فيهم قرر يراجع نفسه بدل ما يرمي كل حاجة ورا ظهره. لو انت متزوج أو مريت بتجربة انفصال، أو حتى بتسأل نفسك هل في حاجة اسمها فرصة تانية حقيقية، فالكلام اللي جاي ممكن يغير نظرتك شوية. نبدأ من الأول. قبل كام سنة اتعرف أحمد سعد على مصممة الأزياء علياء بسيوني. العلاقة ما كانتش مجرد حب رومانسي وبس، لكن شراكة كمان في الشغل والحياة. ظهوره في الحفلات، اختيارات لبسه، تفاصيل صور السوشيال ميديا بدأت تبان بصمتها هي كزوجة شايلة البيت وبتساعد كمان في إدارة نجاحه الفني اللي انفجر في آخر كام سنة. مع الوقت أنجبوا طفلين وبقوا قدام الجمهور صورة لعيلة صغيرة شكلها مستقرة وناجحة. لكن زي ما بيحصل في بيوت كتير، اللي بيبان على السوشيال ميديا مش دايما الحقيقة الكاملة. ضغط الشغل، الحفلات، السفر، وانشغال الكبير بالفن بدأ يأثر على حياتهم الأسرية. هو نفسه اعترف بعد كده إن النجاح اللي حلم بيه سنين طويلة رجع عليه بضغط رهيب، وإن العلاقة بينهم بدأت تتحول من حب وراحة لشكل أقرب لشغل وإدارة وأرقام وحسابات، وده قتل جزء من دفء البيت اللي بينهم. في لحظة مفصلية علياء تطلع وتعلن خبر الطلاق، وتوضح إن القرار كان بناء على رغبته هو. هنا الجمهور اتقسم، ناس شايفة إنه بيكرر نفس سيناريو زيجاته اللي فاتت، وناس متعاطفة مع علياء، وناس تالتة شايفة إن دي حياتهم الشخصية ومحدش ليه حق يحكم. لكن المدهش إن الحكاية في الكواليس ما كانتش نهاية قاطعة زي ما الناس تخيلت. فترة الانفصال كانت صعبة على الاتنين. في لقاء تلفزيوني أحمد حكى إن دي واحدة من أقصى الفترات في حياته، وإنه رغم الانفصال كان شايف إن علياء أقوى قوة سندته، وإنها غيرت حياته كلها. قال إنه كان بيعتمد عليها في كل حاجة تقريبا، من البيت للشغل، وإن صبرها عليه كان فوق المتوقع. ورغم إنه اعترف إنها زوجته الرابعة، أكد إنه مش شايف نفسه يتجوز تاني، ومش ناوي يدخل تجربة ارتباط جديدة مع أي حد غيرها حتى وهم رسميا منفصلين. على الناحية التانية علياء حكت في بودكاست عن كواليس الفترة دي، وقالت إن الطلاق استمر حوالي 11 شهر، لكن التواصل بينهم ما انقطعش أبدا. يتكلموا تقريبا كل يوم بسبب الأولاد، وبسبب إن مشاعر الحب نفسها ما ماتتش. كانت شايفة إن الانفصال وقتها كان الحل الوحيد عشان كل واحد يرتاح شوية ويراجع أخطائه ويشوف هو عايز يكمل إزاي. وبعد ما رجعوا قالت إنها اكتشفت إن الفترة دي كانت مفيدة للعلاقة أكتر ما كانت مؤذية، لأنها خلتهم يشوفوا بعض من جديد بنظرة مختلفة. مع مرور الشهور بدأت تظهر إشارات العودة، منشورات أكثر هدوءاً على السوشيال ميديا، تهنئة دافئة بعيد ميلاد أحمد بكلمات واضحة إنها لسه شايفاه أهم حاجة في حياتها، وصورة عائلية جمعتهم هما الاتنين مع أولادهم رجعت الكلام من جديد. هل فعلاً رجعوا؟ هل في محاولة صلح؟ ولا مجرد هدنة محترمة عشان الأولاد؟ بعدها ظهروا سوا في فرح كبير خارج مصر، وده زود الشكوك إن في حاجة بتحصل خلف الكواليس. لكن أحمد اختار ما يسيبش الموضوع في مساحة التلميح، وقرر يعلن الحقيقة بنفسه قدام الناس، وبطريقته اللي فيها دايما شوية عفوية وشوية دراما. في حفل كبير على الساحل الشمالي وأمام جمهور ضخم، وقف أحمد على المسرح وقال إنه كان متجوز من فترة وعنده طفلين، وإنه هو وعلياء انفصلوا، لكنهم قرروا ياخدوا قرار مختلف. بدل ما تكون الرجوع فجأة في صمت، يعملوا فترة خطوبة جديدة أولادهم يحضروها ويحسوا إن باب البيت ما اتقفلش، وإن في فرصة تانية حقيقية. نادى على علياء تطلع على المسرح، حضنها قدام الناس وغنى لها من أغانيه اللي الجمهور حافظها، ثم نشر الفيديو على حسابه وكتب جملة بسيطة: باركولي أنا خطبت.
اللحظة دي كانت هي ذروة القصة، مش بس لأنه أعلن رجوعه لطليقته، لكن لأنه استخدم الموقف عشان يوجه للناس اللي اتطلقت أو على وشك الطلاق أو حتى اللي لسه هيتجوزوا: ادوا نفسكم فرصة تانية تشوفوا بعض بعيد عن العصبية والمشاكل. مفيش حياة كاملة ولا علاقة من غير أخطاء، بس ممكن نعيد ضبط كل حاجة لو فعلا في حب وإرادة من الطرفين. بعد الرجوع ظهرت طبقة جديدة من القصة في لقاءاته الأخيرة. لما اتسأل عن أكبر إنجاز في حياته قال إن وجود علياء جنبه هو أفضل إنجاز عمله، لأنه بينام مرتاح وعارف إن في حد شايل همه من جوه مش من بره بس. أكد إن كل حاجة في حياته بقت بتدور حواليها وحوالين أولاده، وإنه اكتشف إن النجاح من غير بيت مستقر ما يسواش كتير. من ناحيتها قالت إن علاقتهم بعد الرجوع أقوى من الأول، لأن كل واحد بقى عارف حدود نفسه وحدود التاني، وإنهم اتفقوا إن الشغل ما يسرقش منهم بيتهم تاني حتى لو كان نجاحه الفني في قمته. لو جمعنا كل ده مع بعض هنلاقي إن قصة أحمد سعد وعلياء بسيوني مش مجرد رواية عن طلاق وعودة، لكن عن اتنين قرروا يعترفوا بأخطائهم قدام نفسهم ويعطوا لعيلتهم الأولوية على أي ترند أو لقطات سوشيال ميديا. لا هي قصة مثالية ولا دعوة إن كل الناس ترجع بعد الطلاق، لكنها نموذج بيقول أحيانا الفرصة التانية مش ضعف، ممكن تكون قمة النضج. في النهاية حابب أسمع رأيك، لو كنت مكانهم هل كنت هتقبل ترجع لنفس الشخص بعد فترة انفصال طويلة؟ وإيه أكتر درس شايفه مهم في القصة دي؟ إننا ما نسيبش الشغل يبوظ البيت، ولا إننا نراجع نفسنا قبل ما نقول إن العلاقة خلصت؟ لو عجبك المحتوى اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس أكتر، واكتب لنا في التعليقات قصص تانية حابب نحكيها من كواليس حياة المشاهير. شكرا لوقتك ونشوفك في فيديو جديد.